الامكانيات النخبه بالامكانيات هاك تشوف شنو هذا اللي يعملوا معناها الصغيرات وكله مغرومين. رياضه تستحق التشجيع اكثر. هي رياضة تستحق التشجيع أكثر، رغم أنه القاعدة يعني الشعبية بتاعها متوفرة بالكدا. تو كنت نتحدث مع يعني رئيس الجامعة هنالك معضلة، القاعدة الشعبية بتاعها متوفرة خاصة بالنسبة للمناطق يعني الساحلية، لكن عدد المجازين ماهوش كبير. علاش؟ على خاطر الرياضة هذه رياضة مكلفة ومكلفة جدا بالنسبة ل يعني العديد من التوانسة. دونك هاو عليه ثم عزوف على انشاء يمكن جمعيات بالنسبه للرياضه هذه، لكن الموجود متميز ومتميز للغايه، متميز على المستوى الرياضي ومتميز حتى كذلك على مستوى الاستثمار الرياضي. كيف نشوفوا انه التوانسه هم اللي قاعدين يصنعوا في القوارب، وهم اللي قاعدين يصنعوا بما يعبر عنه بالاوبتيميست هذاك القارب الصغير بالنسبه للصغار. كيف نشوفوا الولاد الصغار هم اللي قاعدين يعني يستغلوا في فرصه انهم يستعملوا يعني منتوج تونسي للتبادل به هذه الناس حتى في العديد من الرياضات الاخرى اللي يمكن تكون اكثر شعبيه. دونك عليه سلطه الاستعراف باش تكون متواجده لدعم هذه الرياضه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان التواجد بتاعي ماهوش فقط على المستوى الرياضي، اما ثم حبيت يكون ثم اوماج اللي آية الله يرحمها من عامها آية جزء اللي يعني توفيت ما عندهاش برشا. مشيت زرت المركز الفيدرالي مركز فيدرالي خاصة قرعتها لأنه باش يلبي حاجيات الرياضة هذه. التواجد بتاعه في المنطقة يعني بتاع الحرس الوطني راهو هذايا حاجة ماهيش بديهية بالكل. هوني نحيي السلطات الأمنية اللي هي وافقت باش يكون المركز هذا متواجد بحدها في الظروف اللي انتم توا تعرفوها. حاجة أخرى نحيي يعني والدة يعني أم وأبو آية كسبت راهو سونيكا معناتها فاسيل انه يكونوا تو حاضرين في الرياضه اللي راهو بنتهم يعني الحق توفيت على اثر تعاطي النشاط هذايا بتاعها، وقاعد نشوفهم كيف التواجد بتاعهم فيه دفع للصغار بتاعنا البنات والولاد، وحتى بالنسبه للمسؤولين واللي لاحظتوا حتى العدد بتاع المجازين طلع اكثر برشا من قبل. شفت كيف توا التموناج بتاع اختها، تشوفوا انتم في عام اللي هو ظرف يمكن استثنائي للغايه صار اخت آية يعني تنجح به بامتياز ومشيت توا لامريكا في هارفارد. تعرفوا انتم هارفارد شو علاقه بالنسبه للتعليم العالي، يعني هذوما ناس عندهم قليل يمكن اللي نحن حاجتنا به في كافة الرياضات التونسية، مش في الرياضة فقط أما حتى في الدراسة. يعني أختها التوأم ماهيش موجودة معاها اللي كانوا يتقاسموا كل شيء هذيك سنة تنجح بامتياز في الباك وتمشي لأمريكا وتكون في هارفارد من أحسن الكليات في العالم. أنا من نجم كان نحيي الطفلة هذه نقولها برافو ونقولها أنت معناتها vous avez rendu le meilleur des hommages لأختك بالنجاح هذا. شكرا.